السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوات أم حفصة. وبما أن رمضان على الأبواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة. اليوم بغيت نشارك معكم سيجار بحشوة جديدة واقتصادية مع الطريقة ديال الاحتفاظ به في المجمد بالنسبة للسيدات اللي كيكونوا خدامين. ونبداو على بركه الله. كناخذوا واحد البصيله كنشلضوها وكنسوطيوها في شويه ديال الزيتون مليحه. بالنسبه للخضره فكتبقى اختياريه. انا خديت الكورجيت وخديت الفلفله حمراء فلفله خضراء قطعتهم وواحد الحبه ديال الدنجال حكيتها في الحكاكه الغليظه هي والكورجيت. كناخذوهم وكنديروهم في المقيله ديالنا، كنخليهم حتى كيطيحوا حتى هما، وكنزيدوا عليهم التوابل اللي هي سكنجبير، الابزار، الخرقوم، الملحه، سكنجبير، وواحد شويه ديال العطريه ديال الحوت. ومن بعد ما كنضيف دوك التوابل ديالي فكندير واحد الكميه ديال المعدنوس، يعني الا كان طري يكون افضل لان جبدته من المجمد. وكنحرك هذوك يعني داك التوابل كاملين مع داك الخضيره حتى كتدخل في بعضياتها وكتنشف ليا ديك الخضره ديالنا اللي هي اصلا راه طايبه غير في داك البخار كما كتشوفوا معايا، راه ما فيها لا مال حتى شي حاجه. وكنضيفوا عليها واحد الكميه ديال الزيتون مقطع، يعني الزيتون الاسود اولا الاخضر اللي كان متوفر عندكم، وكنحركوا داك الزيتون حتى هو مع ديك الخضيره. في هذه المرحله انا كنكون موجده الشعريه الصينيه اللي للاسف مشى ليا الفيديو ديال التحضير ديالها. يعني هي طريقتها سهله، كنديروها في المطايب واحد تقريبا واحد 5 دقائق، وكنقطعوها كنصفيوها وكنزيدوها على ديك الخضيره ديالنا. بالنسبه للورقه فانا خديت غير هاد الورقه الصغيره كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ الورقه ديالي كنسرحها وكندير واحد الكميه تقريبا واحد معلقه كبيره يعني ديال الحشوه، وغادي نصايبها هكا بيديا، يعني كنصايبها نصايبها من الجوانب باش كتاخذ ليا الشكل ديال يعني السيجار كما كتشوفوا معايا. يعني الطريقه سهله ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه. وكنلف الورقه ديالي اولا الحشوه ديالي بهذه الطريقه. صراحه انا ما كان نلصقها لا بالماء والدقيق ولا حتى شي حاجه كما كتشوفوا معايا. يعني طريقه بسيطه بالنسبه للمبتدئات، كنتمنى انكم تجربوه. وكما شفتوا معايا يعني ما درتش فيها لا حوت لا والو، يعني اكتفيت بالعطريه ديال السمك. كتبقى اختياريه الا بغيتو تزيدوا واحد البواطه ديال الحوت، يعني داكشي كيبقى اختيار ديالكم. دائما الحشوه كتبقى يعني انا كنعطي غير فكره وانتم تقدروا تغيروها او لا على حسب الذوق ديالكم. كما شفتوا معايا يعني عاودت معكم واحد السيجار اخر كما شفتوا معايا. يعني كما قلت لكم ما كان نلصقش الورقه ديالي بحتى شي حاجه لانها غير كدار في الفران فكتجمع على بعضياتها. كما كتشوفوا معايا خديتهم في قياس واحد. بغيتو يعني تديروهم حتى لاخر لحظه كيبقى الاختيار ديالكم. يعني طريقه سهله ما كتاخذش واحد الوقت. وكنجيب هاد العلاب كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ كنجيب هاد العلاب اللي كيتباعوا. صراحه انا كناخذ فيهم هكا الكفته اولا كناخذ فيهم يعني اي حاجه خديتها فيهم كنحتفظ بهم، كنغسلهم يعني كنستخدمهم في حاجات اخرين. كما كتشوفوا معايا درت السلوفان وكنحط يعني السيجار ديالي وكان نعاود نحط يعني كندير كما كنقولوا حنا فرشه اخرى اولا كنعاود نفرشو فوق دوك التحتانيين وكنعاود نحط عليهم وحدين اخرين وكنحتفظ بهم في المجمد.
يعني حتى كنبغي نطيبهم وكان نخرجهم، انا كنديرهم ديريكت يعني في الفران. يعني ماشي كنخليهم حتى كيطلقوا، لان الورقه بهذيك الطريقه يعني غادي كتفزاق. فمن الاحسن يعني نديروهم نخرجوهم ونستفوهم في اللاطه وندهنوهم بالزيت وندخلوهم للفران، وكنقدموهم لوليداتنا بالصحه والسلامه. وكنكونوا وجدنا شهيوه للطبله ديال رمضان الكريم. يعني في واحد الوقت اللي هو قصير. بالنسبه لي انايا يعني ما دخلتهمش للفران، درتهم في البانيني يعني كتغيير. صراحه كيجيو زوينين بزاف والداد يعني. والخضره يعني من الاحسن يعني نشكلوا الطبله الرمضانيه ديالنا، مره خضيره مره يعني اللحوم، مره على حسب المستطاع. وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. وإلا عجبكم ما تنسونيش في واحد البصيمه وواحد التعليق زوين بحالكم. وكنتمنى لكم رمضان مبارك كريم بالصحه والسلامه، وكل المتمنيات الجميله لينا ولكم ان شاء الله. ومع السلامه.